السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هو اليوم السادس في تحدي ال10 ساعات مذاكرة 10 كاملين لمدة أسبوع كامل. أنت متخيل الرقم؟ يعني لحد دلوقتي إحنا ذاكرنا حوالي 60 ساعة لو أنت متابع معايا في التحدي من أول يوم. في الفيديو ده هقول لك الجايزة هنكسب الناس إزاي. بالنسبة للجايزة، ثانية التليفون حصل فيه مشكلة، معلش بقى دي مشكلة كده، مش هنمنتج الفيديو علشان إحنا مش فاضيين. المهم، هنوزع الجايزة ازاي؟ عايز اقول لك ان انت حتى لو اشتركت في يوم واحد من التحدي فانت متاح ليك ان انت تكسب جايزة معانا. هتكتب كومنت بكرة ان شاء الله، طبعا بكرة هينزل فيديو اليوم السابع او اليوم الاخير في تحدي ال10 ساعات مذاكرة. هتكتب لي في الكومنت ده: يا دكتور انا ذاكرت اليوم السابع، او ذاكرت يومين، او ذاكرت 3 ايام، او ذاكرت 4 ايام. حتى لو كنت مشترك معانا من اول يوم هتكتب لي: يا دكتور انا اشتركت من اول يوم في التحدي وذاكرت 7 ايام. فانت هتكتب عدد الايام اللي انت ذاكرتها وعدد الساعات اللي انت ذاكرتها. لو ذاكرت يوم هتكتب 10 ساعات، يومين 20 ساعة. وان شاء الله هناخد كومنت عشوائي ما بين كل الكومنتات دي. مش شرط يكون كومنت ذاكر 7 ايام، احنا هناخد كومنت عشوائي علشان نعدل ما بين الناس، لان ممكن يكون حد ظهر له التحدي ده يوم واحد بس من الايام فيكون ذاكر اليوم ده فاشترك في التحدي. فممكن نكسب واحد، ممكن نكسب اتنين، ممكن نكسب 3، بس اللي انا مقرره لحد دلوقتي ان انا هكسب واحد بس. ما تزعلش لو كانت الجايزة قليلة، والله الهدف من التحدي ان انت تدخل في مود المذاكرة وان انت تذاكر. وبعدين يعني هو انا هستفاد ايه من موضوع التحدي غير ان انت تذاكر؟ فكون ان انا اكسبك على ان انا عارف ان انت مش هتدخل في التحدي غير لما تكسب اي حاجه، فعشان كده قلت لك ان في جايزه في التحدي. فان شاء الله نقدر ان احنا نكسب واحد، ولو ربنا يسر لنا الحال هنكسب 2 أو 3، بس غالبا هيكون واحد بس لحد دلوقتي. فبكره ان شاء الله هتكتب لي الكومنت كده بتاع التحدي، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله يا شباب. السلام عليكم. النهارده اليوم السادس، ما تنساش تكتب كومنت دلوقتي انت ذاكرت ايه. سلام.